وعقود عمل دائمة. وردد المحتجون هتافات مناهضة للحكومة قائلين إنهم يمثلون أكثر من نصف مليون جزائري يعملون بعقود محددة المدة، وهددوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 من مايو المقبل. ويقول ممثلو النقابة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل التي دعت إلى الاحتجاج أن العاملين بعقود مؤقتة تلقوا العديد من الوعود الانتخابية بالتثبيت في وظائف دائمة لكنها لم تنفذ. احنا نطالب بعمل دائم يوافق مع التكوينات نتاعنا الجامعيه، ونبعث ايضا رساله الى هؤلاء الاحزاب الذين يشاركوا في هذه المسرحيه والمهزله الانتخابيه. نحن 600,000 شاب سنقاطع الانتخابات، وكل عائله تاعنا وكل سنقاطع الانتخابات لانها مهزله. كل احزاب يجي، كل حزب يجي باش يعمر شكارته ويروح. ما هو مصير الشاب الجزائري اللي ساكري في حياته؟ قرا، سفرة، فوت كل شيء، فوت لاميزه الكحله، من بعد كي يخرج هذا الشاب الجزائري يلقى روحه بطال. تسمى كل عام يكذبوا علينا، كل عام منين يجي يواط ولا يجي حاجه يقول لك حنا عندنا الشباب رانا سي بون، درنا لكم 1000 منصب، 300 منصب، 3000 منصب راهو عامل بصح ما كانش، ديروا لنا كونطرا عام ويرميونا يزيدوا يدخلوا كونطرا واحده اخرى عام. وقعت صدامات أمس الأحد بين قوات الأمن وعدد من الشبان